السلام الله عليكم. معكم دينار جزائري. كيفية قياس العمق أو الطول أو البعد، يعني المسافات ما بيننا وبين هذه الأهداف، سواء كانت تحتنا أو على جنبنا أو أمامنا أو خلفنا أو فوقنا. فهذه الطريقة التي تشمل جميع القياسات وجميع الأبعاد، وهي الشهيق زفير. بسم الله. الآن نبحث مثلا عن الفراغ والذي حددناه في الدروس السابقة. ننقر مثلا تردد الفراغ الذي نريد أو نستعمل الطريقة التي نريد، ليس يعني بالضرورة استعمال التردد أو التطعيم الكيميائي أو أي عملية أخرى. مثلا ننقر التردد 6، 1 2 3 4 5 6. نرفع هذا السيخ يضرب يمين يسار، ثم نتركه بكل حرية يبحث. لاحظ معي كالعادة، هذا الهدف سجلناه، يعني صورناه في الحصة السابقة. الآن بدأ يرقص. حدد، يعني لم يلتفت إلى اليمين أو إلى اليسار، بل نرى أنه ثابت جهة الهدف. ثابت جهة الهدف، ويرقص الرقصات كالنحلة. هذا ما معناه، يعني يرقص 6 جهة الهدف. هذا ما معناه أنه التقط إشارة الهدف وانتهى. هذا أولا. فنحن كيف نقيس البعد ما بيننا وبين هذا الهدف؟ نقوم بعملية الشهيق والزفير، فيضرب يمين يسار 1 2. هذه تعتبر 2 ضربة لليمين، ثم لليسار تعتبر ضربة واحدة. 3 4 5 6 بكل ضربة نصف متر. 7 8 9 10 لم يكمل الضربة، هنا أكملها. 11، أي 5 أمتار ونصف. نمشي 5 أمتار ونصف جهة الهدف، 5 أمتار ونصف. فهذه هي حدود الهدف هنا، حسب قياس ما بيننا وبين هذا الهدف الذي صورناه سابقا. فبداية هذا الفراغ، يعني الجهة في السطح، لاحظوا معي في السطح عندما نرى هذا الرجم، لكن بداية الفراغ، بداية الهدف تبدأ هنا. هذه هي طريقة قياس المسافة ما بيننا وبين الهدف، يعني هو يعطينا بداية الهدف. عندما نقيس المسافة ما بيننا وبين الهدف، يبدأ بأول مدخل لهذا الهدف. إن كان فراغ فيعطينا الجدار الذي يقابلنا. هذه هي طريقة قياس المسافة ما بيننا وبين الهدف، سواء كان كذلك تحتنا نفس الطريقة. مثلا إن كان تحتنا، نقف هنا ونريد قياس عمق هذا الهدف، فنحن استعملنا الطريقة، نبتعد عن هذا الهدف، نستعمل الطريقة نفسها. مثلا ندخل التردد للفراغ 2 3 4 5 6. نرفع السيخ يضرب يمين يسار، ننتظره يعطينا حدود هذا الهدف، نمشي معه لما حتى يؤكس. يا جماعة، يرقص أو أكس ضرب يمين يسار. 2 3 4 5 6. توقف، ضرب 6. إذا هنا بداية الفراغ. ماذا نفعل؟ نعمل شهيق زفير وهو مؤكس، وهو يعني يضرب فوق. انظروا، توقف ثم بدأ يضرب 6 مرة أخرى. فهو يضرب هكذا، يعني يشير لك إلى الهدف تماما. يعني وأنت فوق الهدف تعمل شهيق زفير. يبدأ يقيس لك العمق. 1
2 لليسار، بكل ضربة لليسار 50 متر، هكذا متر ونصف، يعني 3 ضربات، 4 ضربات، وهكذا بكل ضربة لليسار 50 سنتيمتر، يضرب يمين يسار، بكل ضربة لليسار نعدها 50 سنتيمتر، سواء تحتنا أو أمامنا أو في أي جهة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.